جوزي اختفى، وبعد 9 سنين ظهر وهو متجوز عليا. اسمعوا حكايتي وقولولي أعمل إيه. أنا متجوزة من 10 سنين، وجوزي فضل يزن عليا علشان عاوز يسافر لحد ما فعلا وافقت، وبالفعل سافر بعد جوازنا بسنة تقريبا، بحجة إنه يحسن دخلنا. وسافر في أول سنة جواز، كان بيتصل بينا وبيبعت مصاريفنا، هي مش كتير بس على قد الإيد، وعلى الأقل كان بيتصل بينا. وبعد ما كان بيتصل كل أسبوع بقى كل شهر، وبعدين كل شهرين، لحد ما الاتصال اتقطع بيه خالص وما بقيناش عارفين عنه أي حاجة. رحت السفارة أسأل عليه، ما لقيتش أي معلومة تدلني على أي حاجة. عملت كل اللي أقدر عليه علشان أوصله أو أطمن عليه، بس ما كانش فيه فايدة من أي حاجة بعملها، ومعرفتش أوصل لأي حاجة. على فكرة، هو سابني حامل في توأم، وما شافش ولاده غير في الصور. وبعد ما خلاص فقدت الأمل، وكنت نزلت شغل علشان أصرف على ولادي، علشان أعرف أربيهم، لأن طبعا زي ما انتوا عارفين محدش بيسأل في حد، ولا حد هيساعدني فيهم. اتبهدلت بمعنى الكلمة بيهم لوحدي. انتوا عارفين يعني ايه تربية توأم في السن ده، وتعب وإرهاق وأضعاف أضعاف ما بتكوني بتربي طفل واحد. وبعد 9 سنين على غيابه، وعن طريق الصدفة، كنت أنا وولادي برا البيت بشتري لهم لبس، وقلت أخدهم أغديهم، نوع من أنواع الترفيه. ودخلت مطعم، وكانت صدمة عمري، والمفاجأة اللي عمري ما كنت أتخيل إنها تحصل. لقيت جوزي قدامي قاعد مع واحدة ست و3 أطفال. أنا من الصدمة كان نفسي أكون بحلم أو بيتهيألي، بس مش عارفة ليه ما طلعتش أجري عليه، وتصرفت كأني ما شفتوش، وأخدت ولادي ومشيت. ورحت أسأل عليه أشوفه نزل مصر من إمتى، لقيته بقاله 4 سنين. طيب إزاي أنا دايما كنت بروح أسأل في السفارة عليه، إزاي محدش قالي؟ المهم، في حد تبع واحدة صاحبتي جابلي كل حاجة عنه، ومن أول ما نزل مصر لقيته متجوز ومخلف وعايش حياة تانية، وحياة في منتهى الرفاهية، وسابني أنا وولادي. أنا مش زعلانة على ال10 سنين اللي عدوا وضاعوا من عمري في خوف وقلق وزعل عليه، أنا زعلانة على ولادي. أنا كنت ونعمة الزوجة الصالحة، ونعمة الأم الأصيلة، ما قصرتش في أي حاجة، لا معاه ولا مع أهله. كنت شغالة ليهم زي الخدامة، ما كنتش مقصرة في حاجة. والمصيبة إن أهله كانوا عارفين ومحدش قالي. ما صعبتش عليهم وأنا عايشة في سنين كلها قلق وخوف عليه. طيب لما هو كده ليه ما طلقنيش؟ كان قالي وانفصلنا، ما كنتش عشت كل ده في خوف وقلق وحرقة أعصاب ومن غير عياط عليه. أنا مش عارفة أعمل إيه، تفكيري مشلول. أنا كده كده لازم أتطلق منه، بس برضو قولولي وفيدوني رأيكوا إيه. حبيبة قلبي، أنا عايزة أقولك إن الموضوع مش محتاج مش محتاج مشورة، بس أول حاجة عايزة أتكلم فيها، أنت إزاي طول ال10 سنين أو طول ال9 سنين ما قدرتيش تحسي إن أهله عارفين؟ يعني أكيد كانوا بيتصرفوا باطمئنان مش بقلق، وحتى لو قدروا يسبقوا الدور عليكي شوية، أكيد كان بيجي عليهم وقت بيبقوا عايشين حياة طبيعية من غير قلق ولا خوف على ابنهم، لأن مفيش حد هيبقى ابنه غايب وعايش حياة طبيعية من غير قلق وخوف وإنه يبحث عنه ويدور. إزاي ما خدتيش بالك؟ إزاي ما عرفتيش إن في حاجة غلط؟ بس هقولك إيه، قدر الله ما شاء فعل. الموضوع شارح نفسه، الراجل اللي يبيع مراته وولاده ويروح يأسس حياة تانية من غير حتى ما يسأل عليهم، ما يستاهلش انك تدوري عليه. ما فيهاش تفكير، انت خلاص بقالك 9 سنين عايشة ام واب في البيت وست وراجل في الحياة. اقلمي نفسك على كده وكملي بقية عمرك على كده. ربي ولادك واشتغلي، وهم هيبقوا جوزك واخوكي وابوكي وولادك وكل حاجة ليكي. اتطلقي منه وكأنه مش موجود في الدنيا اصلا، كأنك معرفتيش انه جه اساسا، وكملي مع ولادك حياتك. مفيش حل تاني غير كده.
ودي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسونيش في لايك وشير وسابسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك لأن ده اللي بيرفع الفيديو. واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.